قبل ما نبدأ تعالى وسيب كل اللي في دماغك عن ابنك دقيقة واحدة. سيب كلمة عنيد وقليل الأدب ومستفز وعصبي، وتعالى نبص عليه كأننا لأول مرة بنشوفه. عارف، كل طفل من أطفالنا عنده لغتين، لغة بيتكلم بيها واللغة التانية اللي بيتعامل ويتصرف على أساسها. والمشكلة إن أغلبنا بيسمع اللغة الأولى وبينسى تماما اللغة التانية. ابنك لما بيقول إنه زعلان حضرتك بتفهمه، لكن لما بيقولها بعصبيته أنت ما بتفهموش. تعال معايا كده وهوريك حاجة. تخيل معايا إن ابنك راجع من المدرسة، قمت رامي عليه سؤال: عملت إيه النهاردة؟ قال لك كويس، وقام داخل الأوضة ورازع الباب. بعد ساعة طلبت منه إنه يذاكر، فجأة زعق وخبط الباب ورمى القلم. انت شفت ايه؟ شفت ولد عصبي قليل الادب، صح؟ تعال معايا وخلينا نشوف المشهد اللي حصل من شويه بس ببطء. احنا دخلنا الفيلم بس في اخر دقيقه، لكن الفيلم كان بادئ من بدري. يمكن النهارده في المدرسه مثلا اصحابه تريقوا عليه، يمكن اتخانق مع اعز اصحابه، يمكن حل وحش في الامتحان، يمكن حد قال له انت فاشل، انت عمرك ما انت نافع، يمكن كان نفسه يحكي لك ومعرفش، ويمكن ولا واحده من دول. احنا لسه ما نعرفش، وده أول درس. تعال معايا وخلونا ندخل جوه دماغ أولادنا. الطفل مش بيتولد وهو عارف يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يقول إن أنا محبط ولا إن أنا قلقان ولا إن أنا وحيد. دي لغة إحنا اللي بنعلمها لهم. يعني لو هو ما اتعلمهاش هيتكلم بلغة تانية، بلغة السلوك، فيزعق أو يضرب أو يخش ويقفل على نفسه الباب أو يرمي الحاجة. اوعى تفتكر إن ده معناه إن السلوك ده صح، لا، السلوك غلط، لكن الرسالة لازم تتسمع. ويمكن دي الحاجة اللي لفتت انتباهي في مدارس العلاج النفسي الحديثة. رغم اختلاف ألوانها، المدارس كلها بتبدأ من نفس السؤال، مش ايه اللي عمله الطفل، لكن ايه اللي حصل جواه. وده فرق كبير جدا بين قاضي بيحاكم السلوك اللي حصل وبين طبيب ومربي بيفهمه. ما بيعفوش من المسؤولية ولا بيرموا الموضوع على انه تعبان او مريض وان احنا لازم نستحمله، لكنهم ما بيحاكموش قبل ما بيفهموا. أما في مدرستنا علم النفس الإسلامي، أكتر حاجة بتلمسني إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الإنسان قبل ما بيشوف خطأه وتصرفه وسلوكه. وده مش معناه إنه كان بيوافق على الخطأ أبدا، لكن كان بيعلمنا إن تقويم سلوك الإنسان بيبدأ من حفظ كرامته. يمكن عشان كده في ناس كتير اتغيرت على إيده صلى الله عليه وسلم، مش عشان إنها خافت منه، لكنها حست ان هي مفهومة. وهنا في نقطة مهمة جدا، خد بالك، انا مش بقولك سيب ابنك يزعق، ولا انك انت ما تعاقبوش، ولا ان العصبية دي حاجة عادية. بالعكس، الحدود من اهم احتياجات الطفل. لكن في فرق مهم جدا بين اب بيقول لابنه انت قليل الادب، واب بيقول انا مش هقبل الطريقة دي في الكلام، لكن انا عايز افهم ايه اللي وصلك للحالة دي. الجملة الاولى بتحاكم الطفل، الجملة التانية بتفهمه وبتساعده على تربية نفسه وتهذيب سلوكه. وخليني اسألك سؤال، لما ابنك بيعلي صوته ايه اول حاجة بتحصل جواك؟ هل بتشوف ابنك ولا بتشوف التحدي اللي في عينيه؟ ولا يمكن من غير ما تحس بتفتكر نفسك وانت صغير لما كان حد بيعلي صوته عليك؟ اوقات كتير اللي بيتكلم في الخناقة مش شخصين، اللي بيتكلم جيلين. طيب نعمل ايه؟ الاسبوع ده ما تحاولش تغير ابنك بالعافية، غير سؤال واحد بس. بدل ما اول سؤال يكون ليه انت عملت كده، خليه ايه اللي حصل لك؟ اسأل واسكت وخليه يحكي. ولو معرفش يحكي يبقى دي اول مهارة احنا محتاجين ان احنا نعلمها له. مفتاح حلقتنا النهاردة، كل سلوك ليه رسالة، لكن مش كل رسالة هنقبل طريقتها. افهم الرسالة الاول وبعدين نصحح الطريقة، الاتنين ما ينفصلوش عن بعض. وهسيبك دلوقتي مع فكرة واحدة، المرة الجاية لما ابنك يزعق ما تسألش نفسك ازاي اوقف عصبيته دي. لو العصبية دي رسالة، يا ترى هتقول ايه؟ ابني كان بيحاول يقول ايه؟ يمكن اول مرة هتسمع ما لا يقوله الابناء. وقبل ما نخلص انا عايز اطلب منك طلب، ما تبعتش الحلقة دي لابنك وما تبعتيش الحلقة دي لبنتك، استنوا، لان الحلقة الجاية انا مش هكلمك انت ومش هكلم حضرتك، انا هكلمه هو وهكلمها هي، وهقول لهم حاجة مهمة جدا. هقول لهم ان احنا فهمنا وجعهم، لكن كمان هنتفق معاهم ان الوجع مش تصريح ابدا ان احنا نوجع غيرنا. دي حلقة اتمنى كل ابن وبنت يسمعوها، واتمنى كل اب وام يبقوا موجودين في حياة ولادهم بعدها.